رحلة مع تلميذي عمواس من كتاب لا لم يتأخر الوقت لدكتور أماني ألبرت. بعد أحداث غير متوقعة ومحيرة قاموا راجعين لقريتهم الصغيرة وقعدوا يحكوا طول الطريق عن اللي حصل. كانت ملياهم الحيرة والإحباط واليأس، وزي حياة يسوع الناصري تنتهي بالطريقة دي. وزود حيرتهم الأخبار اللي وصلتهم عن القبر الفارغ والملائكة اللي ظهرت للمريمات. وهم ماشيين قرب منهم شخص مشي معاهم، ومن حيرتهم وضيقهم معرفوهوش، ورغم انه شرح ليهم اللي يهدي من ارتباكهم وينور عقلهم، الا انهم معرفوهوش انه يسوع نفسه اللي ماشي معاهم. وقال الكاتب: لو حالتك زي تلميذي عمواس، حيران، محبط، جواك صراعات كتيرة، مش فاهم تعاملات ربنا معاك ولا قادر تشوفه، تعال نروح رحلة مع تلميذي عمواس. وانت ماشي معاهم في الرحلة هتلاحظ عليهم الحاجات دي. أول أمر الانسحاب. لجأ تلميذي عمواس لما مروا بضيق للانسحاب. يمكن ابتديت تفقد إيمانك وثقتك في وعود ربنا، فلجأت للانسحاب عشان تقلل من صراعك الداخلي وهربت من ربنا. زي ما عمل تلميذي عمواس لما ملاهم الحيرة والإحباط، انسحبوا وهربوا بدل ما يبقوا مع التلاميذ في العلية. لكن ربنا في نعمته ومحبته راح لغاية عندهم عشان يسترد نفسهم ويرجعهم تاني وسط التلاميذ. وبيقولك الكاتب إنك لو بتمر بضيق اهرب لربنا مش منه، والزق فيه في وقت الضيق عشان ما يستغلش إبليس هروبك ويصطادك ويملاك بالأفكار المسمومة عن صلاح الله ومحبته. واعرف إنك حتى لو هربت وانسحبت هيجي لغاية عندك ويسترد نفسك. تاني أمر هتلاحظوا عليهم الانشغال بالمشكلة. كان تلميذي عمواس مشغولين تماما بالمشكلة، وقعدوا يحكوا فيها طول الطريق لدرجة إنهم معرفوش يسوع وهو ماشي معاهم. يمكن مش قادر تشوف ربنا ماشي معاك بسبب المشكلة اللي شغلة تفكيرك، بس ده مش معناه إنه مش موجود. صلي ربنا يفتح عينك فتشوف إن اللي معاك أقوى بكتير من اللي عليك، وتشوف إيد الله الممدودة عشان تبعد الأذى وتحارب عنك. تالت أمر هتلاقيهم مليانين بالحزن. لما قرب منهم يسوع سألهم: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ وكلمة عابسين معناها مكتئبين، والحزن باين على وشهم. لو كان قلبك حزين وانعكس ده على ملامح وشك، اعرف وعد ربنا ليك إنه على الصليب حمل أحزاننا. ما تستمرش تحت دين الحزن اللي دفعه ربنا عنك، وآمن إنه يقدر يرفعك من دوامات الحزن والاكتئاب حتى لو كانت متكررة. هو يقدر يحرر أعماقك من الحزن ويشفي نفسيتك ويمسح علامات الألم اللي تركتها الأيام جواك، فينعكس ده على ملامحك ويديلك رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. رابع أمر قاله الكاتب هتلاقيهم مليانين بالإحباط. كان تلميذي عمواس متوقعين إن المسيح هيخلصهم من الرومان ويرد الملك لإسرائيل، فقالوا: كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ومع موت المسيح خاب أملهم وأحبطوا وحسوا إن دي النهاية. يمكن تكون محبط، كنت منتظر أمره لما ما حصلش خاب أملك واتمليت باللوم والتساؤل ليه. والكاتب بيقولك يمكن يكون إحباطك بسبب إنك اشترطت على ربنا طريقة يشتغل بيها أو توقيت معين يتدخل فيه، وينصحك إنك ما تحددش لربنا طريقة يعمل بيها، لأن أفكار ربنا أعلى من أفكارنا، ولا طرقه زي طرقنا. ولا تحدد توقيت يتدخل فيه، لأن توقيته هو أفضل توقيت ليك. حتى لو حسيت إنه اتأخر، فثق إنه في الوقت المناسب جدا هيتدخل. خامس أمر كانوا مليانين بالحيرة. لما سمع تلميذي عمواس كلام المريمات عن القبر الفارغ والملكين اللي قالوا لهم إن يسوع حي، اتملوا بالحيرة. ويمكن تكون مليان بالحيرة والصراع بين فكرتين: إن ربنا موجود وبيهتم وبيتدخل في الوقت المناسب، وبين إنه غير مهتم ومش هيجي لأنه متدخلش لغاية دلوقتي في المشكلة. وبينصحك الكاتب إنك تثق إن ربنا مش هيسيبك، وافتكر تعاملاته معاك في الماضي واعلن إيمانك. فالرسول بولس قال: متحيرين لكن غير يائسين. وافتكر كلمة لكن. حتى لو اتمليت بالحيرة، صلي لربنا واعلن حيرتك، وربنا مش هيسيبك تصارع مع أمواج الشك، لكن هيشجعك بقوة داخلية تحسم كل صراع جواك. ورغم الحالة اللي كان فيها تلميذي عمواس، رغم اللي مروا بيه من مشاعر الانسحاب من الموقف وانشغالهم بالمشكلة وحزنهم وإحباطهم وحيرتهم، رغم كل ده ما سابهمش ربنا. في محبته وأمانته بيفضلوا ثابتين رغم ضعفهم وجهلهم وعجزهم. فيسوع نفسه قرب منهم، مشي معاهم عشان يحميهم وينقذهم من أفكار قلوبهم. قعد يفسر ليهم الكتب لغاية ما انفتحت عينيهم وعرفوه. وهنا رجعوا لأورشليم للتلاميذ بقوة إعلان أكبر وأعلى من أي شك.
ومشوا نفس الطريق اللي كانوا فيه مهمومين ومحبطين ومتحيرين، لكن وهم شاهدين عن يسوع الحي وممجدين الله. لو كنت واحد من تلميذي عمواس مشيت الرحلة دي، مريت بالحيرة والإحباط والحزن والانسحاب، ويمكن بتتذمر وتعترض على تعاملات الله معاك، ثق إن ربنا ماشي معاك في الطريق حتى لو مش شايفه. هيقود خطواتك ويشجعك، مش هيسيبك مهما كانت حالتك، هيتدخل علشان يشفي جروحك وألمك، هيفهمك من خلال كلمته اللي هتنور ذهنك وقلبك فتنفتح عينك وتشوفه، وهنا تشهد عن صلاحه ومحبته وأمانته معاك، وتكون سبب تشجيع لكل اللي حواليك، وشاهد عن إنه إله حي. الفيديو خلص، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.